النهارده بقى انا جايه لكم بحاجه في منتهى الروعه. بصوا بقى يا جماعه، انا عملت الترند ده موجود من زمان، ترند المانجا والكنافه. بس انا بصراحه ما كانش عندي حاجات متوفره، ونويت ان انا اعملها، وعندي حاجه وجبت حاجه بحاجه عشان ما اخبيش عليكم، وقمت عاملاها زي ما انتم شايفين. عملت ترند الكنافه بالمانجا. وتعالوا يلا نشوف الطريقة، ويا رب الفيديو يعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه وعلى دماغي، واخواتي وعيلتي التانية، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا طول العمر. طبعا النهارده انا جبت الكنافة يا جماعة. كنت انا عيناها في الفريزر، كسرتها وجبت شوية كنافة كنافة حطيتهم في الطاسة وقمت جايبة شوية سمنة. كان عندي حاجة يعني كيس سمنة صغير، وكملت بشوية زيت، وهنا سبتهم يتحمروا. زي ما انتوا شايفينها على النار كده. هسيبها لما تتحمر خالص ولونها يتغير، وطبعا انتوا هتكونوا معايا وهتشوفوها هتبقى متحمرة وتبقى شكلها جميل جدا. يلا بينا نشوف هنعمل الخطوة التانية. جبنا كوباية لبن، هناخد منها نص كوباية لبن او 3/4 الكوباية. وجبت كيس كريم شانتيه. كريم الشانتيه دي يا جماعه ما بتحطلوش سكر، هو بيبقى في السكر جاهز. بس انا ما عنديش الهاند بلندر ولا عندي المضرب اللي هو بيشتغل بالكهرباء، ما كانش عندي الا المضرب اليدوي. فانا جبت المضرب اليدوي وحطيت 3/4 كوبايه اللبن. بس تكون كوبايه لبن سقعانه متلجه، وتحط كيس الكريم الشانتيه وتفضلي تقلبي بقى بالمضرب اليدوي لحد بقى ما السمك اللي انت حباه يطلع معاك. انا بصراحه كنت جبته قبل كده وكان فشل معايا، وجربته بالطريقه دي عجبتني جدا ومسك نفسه، وهتشوفوا الوقت هيبقى شكله عامل ازاي. وحطيته في التلاجة سقع على ما انا خلصت الكنافه وخلصت المانجا. وطبعا هتشوفوا الشكل النهائي. كانت في منتهى الجماليه، كان طعمها حلو قوي يا جماعه. بس طبعا انا عاملاها ما فيش فيها يعتبر سكر. عاملاها يعني الكنافه ما حطيتش عليها سكر. لو في ناس حابه ان هي تحط سكر على الكنافه تبقى تحط سكر عشان تبقى مسكره، او حابين تحطوا عسل ابيض على وشها وحطوا عسل ابيض على وشها برضو، ينفع يمشي برضو. هنا بقى جبت المانجا، كانت عندي في التلاجة قطعتها كده. بس المانجا اللي كانت عندي دي يا جماعة ما كانتش مسكرة، كانت يعني ايه مززة شوية. فممكن يكون ده اللي كان مخلاها حادقة معانا شوية. بس طبعا اللي تبقى تعملها تبقى تجيب مانجا تكون مسكرة وتكون حلوة، او يا اما تبقى تحط على وش المانجا تبقى تحط شوية عسل ابيض عشان يدولها طعم سكر، فاهمين؟ يعني اللي بيحب السكريات جامد يعني. هنا بقى كانت الكنافه اتحمرت معانا اهي. كنت قاعده بقلب فيها شويه اكتر كده عشان تبقى حمصه كده وحلوه. وهنا كان عندي اللي هو البايركس جبته، ونزلت بطبقه الكنافه، لان انا كنت اصلا عامله كميات قليله ما كنتش مكتره، عشان ايه؟ اشوف الاولاد هياكلوها ولا لا. بس كلوها بألف هنا وكانوا حابينها كمان. بس بعد كده هبقى احط لهم سكر عشان هم بيحبوا الحاجات المسكره. هنا طبعا هنعمل بقى طبقات الكنافة كده، نظبطها في قلب الصينية بتاعتنا. وبعد ما هنحط طبقات الكنافة هننزل بالكريم شانتيه برضو. طبعا طلعته من التلاجة كان ساقع جدا، هو اصلا ما بيبقاش حلو على كده. شايفين عامل ازاي؟ كان طعمه اصلا يا جماعة رهيب، يعني من غير سكر ومن غير اي حاجة كان طعمه حلو ما شاء الله. هنا طبعا الطبقة ده هنفردها، وفردتها زي ما انتوا شايفين اهي. وبعد كده هنقوم جايبين طبقة المانجا، هننزلها بقى ايه واحدة واحدة كده بقى ايه على صينية الكنافة بالكريم شانتيه. والله العظيم يا جماعة كانت جميلة وعجبتني، على فكرة عجبتني. بس بعد كده يا اما هبقى احط سكر مع الكنافة، يا اما هبقى احط شوية عسل ابيض على وش المانجا كده، يعني تدي طعم سكر بسيط. بس لو المانجا طبعا عندك مسكرة قوي تنفع تبقى حلوة برضو، هتبقى مظبوطة من غير ما تحطوا سكر. بس يا جماعة والله في منتهى الجمال، وحاجة حلويات في البيت للأولاد، وهي حاجة تغيير في البيت، وهو ترند وعملناه. يعني احنا يعني مش زي الناس انا كان نفسي اجرب الترند ده وجربته. طبعا اللي لسه معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب فيديوهاتي الخفيفه دي تكون حلوه على قلوبكم وتحبوها. شوفوا بقى الطبقات باينه من الصينيه البايركس ازاي، حاجه
روعة والله العظيم، شكلها يشهي قبل ما ندوقها يعني. سبحان الله، هي طعمها والله كان حلو يا جماعة، ما كانتش وحشة وربنا. بس كل واحد وذوقه بقى، في ناس هتحبها وفي ناس ما هتحبهاش، بس هي كانت حلوة والله، ما كانتش وحشة. كان طعمها جميل وجربوها مش هتندموا عليها والله، كانت حلوة جدا. طبعا لو انت عايزة تعملي عصير مانجا وتقومي حاطة مثلا مع المانجا من فوق كده، اللي عايزها مسكرة يا جماعة، اللي عايزها مسكرة يعمل كده، يا اما يحط عسل على الوش، يا اما ممكن تزود لها ممكن عصير مانجا بس يكون مسكر شوية، تقومي دلقة على وشها كده، هيبقى شكلها حلو برضو، مش هتبقى وحشة. طبعا لما تسقع كده وتحطها في الفريزر وتطلعيها هتبقى برضو طعمها خيال. ولما كانت والله يا جماعة ما سقعانة ودقتها لقيت طعمها حلو جدا. هنا بقى حطيتها في الفريزر زي ما انتوا شايفين وطلعتها، وهنا بقى كنا هندوقها بقى، اللحظة الحاسمة ان احنا ندوقها. هي كانت في منتهى الروعة والله يا جماعة، ما كانتش وحشة، هي كانت جميلة والله. هنا بقى كنت انا بوريها لكم لما طلعت من التلاجة. وهنا بقى ايه، انا كنت محتارة اقطعها ازاي، بس هي اصلا ما بتتقطعش خرط، لان يعني ايه، هي برضو سايبة يعني، ماهيش عشان الكريم شانتيه وكده. بس شوفوا بقى الثلاث طبقات طالعين مع بعض، كان طعمها روعة والله يا جماعة، كانت حلوة ما كانتش وحشة. انا كنت معجبة بها بصراحة. انا كأمنية كنت معجبة بيها، هي كان طعمها حلو والاولاد حبوها جدا. شوفوا بقى الطبقة كده اما تطلعوها. عارفين يا جماعة لما تزودوا الكريم شانتيه والكنافة وتعملوا طبقات هتبقى تحفة والله. هنا انا كنت بدوقها اول معلقة، حسيت ان انا مستغرباها شوية عشان اول مرة طبعا ادوقها. وكان في مانجاية حادقة، كان عايز يتحط شوية عسل على وش المانجا، بس انا ما كنتش اعرف يعني. بس هي طعمها لما دوت المعلقة التانية مع الكريم شانتيه مع الكنافة مع حتة مانجا، لقيت طعمها في منتهى الروعة. وهي حاجة حلويات في البيت حلوة مش وحشة صدقوني. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا حبايب قلبي. باي.